السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا سيدي ربي. تحية وتقدير المتتبع الكريم، تحياتي الناس الزوينين، تحياتي الأخوات والإخوة اللي ساندوني واللي أزروني والناس اللي كتكتب تعاليق زوينة، شكرا لكم بزاف. ومرحبا بالمتتبعين الجدادين، والهلا عليا المتتبعين القدامين، الناس اللي فهماتني والناس اللي أزرتني والناس اللي حسات بيا واللي عرفتني علاش كنتكلم، ويعني الميساج ديالي راه وصل. شكرا للناس اللي كتكتب تعاليق زوينه، الله يجعلكم في ميزان حسناتكم، يا ربي تخلكم في وليداتكم، يا ربي تشافيكم وتعافيكم، يا ربي توقف معكم. بعد اخوتي من هذه الفتنه اللي رانا في هذه الحياه وفي هذه الدنيا، الفتنه نايضه، الله يحضر السلامه، الغلاء في اي حاجه حطيتي على يدك، العافيه نايضه. حتى واحد يعني عادات والتقاليد ديال ايام العيد ما بقات شيء. ما بقاتش المعامله، ما بقاش الرفق، ما بقاش ما بين العائلات، ما بقاتش المعامله المزيانه. تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الوقت اخوتي ما غاداش الخير، نتمنى من سيدي ربي يعني يحسن الوضعيه، ولات يعني تزيان الوقت وترجع كايام زمان. والله العظيم كان الخير، وكان واخا كيكون داكشي قليل تتكون القناعه في القلب والعائله وكل شيء، والجيران والحباب كل شيء مجتمع والصحاب، وكان الانسان كيعقل على الخير، كان تيراعي وكان تيقدر الظروف، كان كيحس بك. البراني قبل العائله ديالك زعما صراحه عاشرنا ناس اخوتي، جيران وصحابات، العشره ديال 21 عام، ديال 20 عام، ديال السربيس، دوزتها معهم. تحيه وتقدير لهم هذا المنبر، عيالات حرات، بنات عائله، بنات الناس، ناس الدراوش، ناس الكلمه الزوينه، الكلمه الطيبه، والمعامله الحسنه. ولكن اخوتي اخيرا فاش دخلت لهذا العالم الاحمر اللي هو اليوتيوب، يعني اتصدمت بشي حقائق عند هاد الناس، انهم ما تعرفوش ما بينهم وبين الله. ما كاينش الاحترام، ما كاينش خوف الله، ما كاينش رد الاعتبار، ما كاينش التقدير، ما كاينش الحب، كاين غير النفاق والكذوب. تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا السبب اخوتي المتتبعين اللي خلاني انني انطح في المشكل ونزلق ونجيبها لاصقه. اخوتي العزاز، تحيه وتقدير لكم كاملين. قبل ما ندخل معكم الموضوع العزاز الغاليين، غادي نقول انت ولا انتي اللي كتبتي تعليق ولا اللي عطيتي واحد المعلومه غلطه على الشيفوره، وقلت بان الشيفوره هي اللي قالت غادي تسينيالي القناه ديال ام يوسف الفاسيه، غادي نقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ولا فيك انتي ولا انت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، شكون ما بغى يكون. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كما حضيتو هاد الشيفوره وسمعتيو ونزلتو عليا الباطل، بغيت الله ينزلها لكم ما بين الجلده واللحم، بغيت الله ينتقم منكم، خليت لكم الله يتولاكم، يعطيكم فاش تخيضوا باش تلخوا من القشابه ديالي. المهم اخوتي المتتبعين، بعد ما تجر لينا التعليا ومن بعد ما قلت كلمه حق ومن بعد ما هزيت يدي من الموضوع ديال هاد السيده هادي، انا ما عمركم بعدا ما توقعوا مني ان غادي يجي شي يوم من الايام وانني غادي نكون في شي ملف، ولا كنهضر على شي سيد ولا شي سيده ولا شي موضوع ولا يعني شي مشكل في اليوتيوب، غادي نناقش، نقول واحد الكلام، وغادي يجي اللي غد ليه وغادي نقول لك كلام اخر. بعد هذه المساله غينساوها من عندي بتاتا، عمركم ما غتسمعوها عندي. انني ملي كنخرج نقول واحد الكلام تنقول المصداقيه، ماشي كنكذب، ماشي من بعد ما غادي يوقع لي معاه سوء تفاهم ولا غيبان لي داك الانسان انه غلط وغادي نخرج نبقى انا نزل عليه الباطل ولا ننتقم منه ولا نهاجمه. لا، هذه المساله راها ما كايناش، بعدا كونوا على يقين. حتى لو وقع لي المشكل مع هاد السيده مولات الجيبه اللي هي لبنينو، وقع لي مع هذا المشكل هذا، يعني اللي في الحقيقه فقدت فيها الثقه من جميع الجوانب. يعني هذه حقيقة الإنسان ما خصوش ينساها. ويعني تصدمت بأمر الواقع، لأنني هزيت الدقة، ودقة كبيرة، ودقة كبيرة، وأنا عمرني ما كنت غدارة، وعمرني ما كنت منافقة، وعمرني ما كنت متملقة. أتحداها طلع تجاوبني. واش عمرني سولت على شي ملف ولا على شي دوسي ولا على شي شكاية ولا محزن؟ حاجة وحدة كنت كنقولها، ما تخرجيش تجاوبي مع سعاد، راكي غادي تمشي للحبس، والحبس راه صعيب. انني انا جربت الحبس وحاسه بالدقه اللي هزيت. هذه اولا. ثانيا اخوتي المتتبعين، الناس اللي كيقولوا لي الطرف الثاني اللي هما ولاد شحيبر، هادو المصطلحات ديال اليوتيوب، شي كيقول المعيزات، شي كيقول ولاد شحيبر، شي كيقول
الروبالاش كيقول الشوافريه، المهم كل شنو هادو مصطلحات ديال اليوتيوب. انني تيقول لك طلعي فضحي السريعه. انا سبق لي ناقشت معكم الموضوع في المباشر، القضيه ديال الزنوبه اخوتي المتتبعين. انا تنقولها وتنعاود نقولها، انا ما زدت ما نقص في ذاك الموضوع، ما عندها باش تفيدني لا هي ولا نتوما. راه غدا قدام الله غادي ينفعوني اخوتي الاعمال ديالي، حتى واحد ما غيدخل معايا القبري. الشيء الاتنس راه غادي تسالى، المشاهده غادي تقادا، كلشي غادي يمشي، كيبقى الا العمل الصحيح. انا اخوتي لحد داكشي اللي شفتو فيها هو اللي قلت لكم، يعني بلا زياده بلا نقصان. انا اللي شفتو بعيني، اما شي حاجه اخرى غابره عليا راه ما شفتها يا خوتي العزاز. انا تنشوف بان داك البنت راه بنت هذيك السيده. حاجه اخرى خوتي المتتبعين، والله ما تسالوني خبزه في حظه. انا تنقول لكم داكشي اللي شفت، واذا كنت انا قلبت على هاد السيده ولا بعت من هاد السيده ولا هزيت يدي من الميل ديال هاد السيده، انني لقيتها كتكذب، حصلت عليها الكذوب وعرفتها كتنتقم، والدليل على ذلك غير يوم حطت الفيديو دارت العنوان ما عرفتش شنو كتقصد. انا مازال كنتسنى كاموله الجيبه. الو بنينو، خصك تطلعي وخصك توضحي شنو كتقصدي، واش عيشه الرباله ولا الشيفوره. انا بعدا شخصيا حتى لو كنت اختلف الراي وهزيت يدي من القضيه ديال هاد الناس، ولا مابقاش كيهمني الموضوع ديال هاد الناس، وكنخرج كنهضر على هاد السيده ولا على هاد العائله المشوهه باكملها، يعني عائله ديال بكريشه بصفه عامه. بالنسبه لي انا قضيه السينيال ولا قضيه السينيال ولا نضرب القناه ولا داكشي، انا اصلا قناتي ما كنعرفش ندير فيها، ما كنعرفش كاع منين تندخل لقناتي بعدا اصلا. الا اختارتها رجاء وتوصلت مع اصحاب القنوات ما كتعرف فيها لا دباعتها، ما كنعرفوا نسينياليو، ما نقدرش نسينياليها، ما عنديش غرض بها، ما كتهمنيش. هذا ماشي حيت انا اختلفت معاهم الراي غادي نسينياليهم القناه ونقطع لهم رزقهم، انا ما تهمونيش. انا لو كان بيدي شي حاجه نبدا بالسينيال بقناتي نحيدها ونضرب القنوات كلهم اللي كيخسروا الهضره ولا اللي كيطلعوا كيفضحوا وكينشروا التفاهه في اليوتيوب، ومشي كل واحد يخدم على راسو. ولكن انا ما انا اليوتيوب، ما انا امريكان، ما انا كنخلصهم، ما انا كنسالهم كريدي، ما محزن كان ملف، كانت علاقه ما بيني وبين هاد الناس صافي سالينا. علاش انا غنضرب لهم هاد القناه؟ شنو غنستافد؟ علاش غنحاسبهم انا؟ يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على الاخلاق ديالهم وعلى النيه ديالهم، وراه ربي تيحاسبهم. علاش انا غنحاسبهم؟ ما كفاكمش هاد الحساب والعقاب اللي راهما فيه؟ هما راه دابا عندهم الحساب والعقاب، هي مات لهم الضروبه، مات لهم النعجه، هما غارقين مشاكل، كياكلوا غير الحرام. اش غادي نزيد انا؟ لا زعما هاد الشيفوره ما عندها ما يدار كاع، صافي سالات قبه. انا ما عنديش وقت لهاد الناس، ما كيهمونيش، انا ساليت منهم. علاش اخوتي المتتبع غادي نسني لهم القناه؟ وعلاش طلعي انت ولا انت تكتب داك التعليق تقول الشيفوره قالت؟ اتحداك لا يعطيني مقطع. واش انا قلت غادي نسينيالي القناه ديال دوك الرباعات الشلابيه ورا نطلع نسبهم وننتقدهم؟ من حقي، ما عندي قناه الانتقاد غادي ننتقدهم. نهار يكونوا غالطين راهم غالطين، ومن يكون عندهم الحق ما غاديش نطلع لهم المشاهده، ما غنهضرش عليهم، حيت انا هكا دايره. ولكن باش جيتي تهزيني انا خشبه على ظهرك ثقيله وتقولي الشيفوره قالت، عطيني المقطع الا انا قلت انا غادي نضرب شي قناه ولا وانا بعدا كنعرف شي سينيال. والرباله راه عارفه هذه المساله هذه. انا ما نعرفش ندير سينيال، ما نعرف نحيد مخالفات، ما نعرف ندير اشهارات، ما كندير حتى شي حاجه في القناه، انا لا علاقه لي بها. عطيني شي رموك نسوقو، عطيني شي كاميو، عطيني شي طوموبيل، عطيني شي كار، عطيني شي رموك، شي حاجه اللي هي المهنه ديال التخصص ديالي، شي حاجه في الدبلومات ديالي داك السبعه اللي مشيت انا قريت فيهم، عطيني شي حاجه في الدبلوم انا قريت عليه. انا شي ديال القناه انا لا علاقه لي به. انا البنت هي اللي كتكلف. انا داك النهار القناه ما كتدخلش حتى 10 دراهم، اللايف داير 56 كا، هو ما فيش 10 دراهم اخوتي ديال الفلوس. وزايده من الصبر، راه كتقول لي راه ماما الدولار طايح، تنقول ماشي مشكل وتنضحك وتنفرنس. كتجي عيشه الرباله تواصلت معايا قالت لي ودي عندك مشكل في القناه. ملي جيت اخوتي كنسول وكنقلب لقيت البنت كدير التليفون بالطول، يعني داك اللايف كيطلع في اليوتيوب بحالو بحال التيك توك، وملي كيطلع بحالو بحال التيك توك كتطلع لك المشاهده، كتزادوك لي زابوني، مي الفلوس ما فيه تا ريال، ما فيش الفلوس والو. باش غادي تصرفي على راسك الله اعلم اخوتي المتتبعين. هذه حقيقه. انا ما قلت غادي نسينيالي، ما قلت غادي ندير التصيله ديال الولد سلعه مشوه،
ما هضرت عليهم. انا مازال كنتسنى كالو بنينو، خصك تطلعي تجاوبي، خصك تخرجي تجاوبي على راسك. هذاك العنوان اللي كتبتي اليوم شنو كنتي كتقصدي به؟ واش كتقصدي الرباله ولا كتقصدي الشيفوره؟ والناس اللي قالوا ان الشيفوره قالت غادي تسنيالي القناه، خليت لكم الله في هاد العواشر، ربي ينتقم منكم. انا ننتقدهم، ولكن باش نضرب لهم القناه اولا ما نضربهاش، وثانيا ما كنعرف لا نضرب لها قنوات، ما كنعرف نسينيالي قنوات من الاخر. يعني ماشي حتى لهاد الدرجه غادي نقطع انا البنادم رزقو ونسينياليه القناه. خصكم تكونوا شي شويه منطقيين. كذبتي عليا، خليت لك الله في هاد العواشر ينتقم منك، واللي عنده شي مقطع يطلع يحطو. انا قلت خصو له تتدخل وتقطع، يعني سداد القنوات كاملين. ما قلتش انا غادي نسينيالي القناه ديال موت بوكريشه ولا ديال بنت بوكريشه ولا. انا كنت كنحارب القنوات، تنقول لهم علاش كنتو كتهزوا اللايفات ديال اسره مغربيه. ملي كنتو اسره مغربيه قبل ما تولي اسره مشوهه كنت كنقولها. مي دابا انا ما قلتش باش تنزلوا عليا الباطل. ولا كان هذا الفيديو هذا عنده شي مشكل، انا بعدا اصلا ما فراسي فيديو طاير، ما فراسي يضربوا لهم القناه، ما فراسي ما نعاود. انا ماشي مساليه قبي بحالكم نتوما جالسين كضربوا الملايين وجالسين مرتاحين. انا راه عندي الحبيبه قشله ديال الاولاد، 4 د اولاد كلهم مازالين تيقراو بسلامة خيرك. مسؤوليه هزه على كتافي الجبل عندي، ما كنعش وانا مرتاحه، ومازال عاد ما فقش انا من الصدمه ديال السجن، مازال كنعاني منها. خليت لكم الله اللي ينتقم منكم. مالكم حاضين هاد الشيفوره؟ لا الشيفوره ما بقاش مظلومه ولا الظالمه. ملي قلت انا هاد السيده ولا يعني استغلتني انا مولات جيبا. ما عجبكمش الحال؟ وخوتي وليكم واسع النظر، اش بغيتي ندير لكم انايا؟ ما كيفاش؟ راه شكون اللي كان كبش الفداء في هذا الملف؟ شكون اللي كلا العصا على هاد الناس؟ تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. شكون اللي كلا العصا؟ شكون اللي ضرب الحبس؟ وغاضربي لي القناه وغاسبيني وغاضربي لي في والديه وغاضربي لي في عراضي وما تقصريش، وغير خليني حسن السيره ديالي، خليني غير بكرامتي، خليني غير عندي واحد القيمه في المجتمع المغربي. بزاف الناس راكم فاقدين، يعني ما عارفينش القيمه، ماشي فقدتو، يعني ما عارفينش القيمه ديال حسن السيره ديالك من بعد ما كتمشي تسحبيها من المحكمه السجن العدلي، وانك بدون لا شيء. ماشي بحال تكون عندك سوابق عدليه. شكون هذا اللي غتمشي تخدم عنده وغتدي له حسن السيره فيها سجين وغتبقى تقرا عليه الزبور ديالك، تقول له لا واحد النهار ودرت قناه بقات فيا مسكينه واحد السيده مولات جيبا وكنت كندافع عليها مسكينه، كنت كنقول عليها مسكينه وراه داروا لي محضر وراه وقعت. واش غادي بقى تسناك تعاود ليه الزبور ديالك انت؟ لا ما تيديركش داكشي، ما عندكش نوع التهمه في الاخر، عندك سوابق سدات مادام ما كيقراش معاك الكلمه الثانيه. تيقول لك حتى داك الورق وسير كارمين في طرود الزبل. كتولي دون المستوى من ناحيه الشهاده المهنيه، كتولي دون المستوى، كتسحب منك، لان هذيك سميتها لا كارت بروفيسيونيل، يعني ديال واحد الانسان، واحد السائق ولا واحد المهنه كتكون كديرها، كتكون انك شي حاجه كبيره فيها. ولكن ملي كتسحب منك داك البطاقه كتولي لا شيء. باش غادي نميزوا حنا السائق المحترف ولا السائق المهني على السائق المبتدئ ولا السائق اللي ما عندوش شهاده مهنيه؟ يعني راه فرق كبير. علاش الناس ميزوا ما بين السائق وما بين السائق بهذيك الشهاده؟ اما راه حنا كنا ولا 9 شهور، ويقدر هذاك اللي ما عندوش بطاقه يقدر يكون كيعرف يسوق احسن من هذاك اللي عنده البطاقه، ولكن هذاك عطاته واحد القيمه كبيره انك قريت على ذاك البطاقه وهباتك اهلاتك انك تكون محترف، يعني يعترف بك. كتمشي شي دوله خارج المغرب كتخدم بداك البطاقه المهنيه لا كارت بروفيسيونيل، كتكون عندك كسند لك. غادي نجي انا دابا هادشي كاع كامل خلاتها مولاتها، كلينا العصا وسحبت منها الشهاده المهنيه ديالنا، ولات عندنا حسن سيره مسخه، مرضت ولادي، فقست ولادي، ضربنا الحرس، مازال بنادم تابعني كيلغط من موراي. مازال هاد الشيفوره ضراكم في راسكم. الشيفوره عمرها ما غادي تسكت، والشيفوره باش يكون في علمكم وتدخلوها في طنطون ديال دماغكم، انا ما عبدت عند واحد، سمعتوني؟ وانا مع الحق، انا تا مع شي واحد في هذا اليوتيوب، انا مع الحق، انا ما مع هذا، ما مع هذه، ما مع الاخرى، انا جالسه بلاصتي، انا مع الحق. اللي ظالم ولا اللي غلط نخرج نعطي الباب للراس، صافي من الاخر. ما نعقلش على بنادم، حتى واحد ما كيدق في بابي
ولا كيعرفني واكله ولا ما واكلش، ولا نعسه ولا ما نعساش، حتى شي واحد ما كيحس بيا من غير الله سبحانه وتعالى. وما عمرني ما كنت كنطمع في شي حد يدير لي شي حاجه، ولا كنطلب من شي واحد يدير لي شي حاجه. انا كنت كندافع على داك السيده انني ثقت بها انها مظلومه، ومشيت معها بداك، يعني عشت معها بداك الموضوع ديالها. كان عندي الطلاميس على عينيا، كليت العصا وضربت عليها الحبس وخرجت وبقيت كنهضر على داك السيده. ايوا اللي غلب يعرف شي شويه، بركه اللي عندها شي شغل تمشي تقضيه، اللي عنده شي شغل يمشي يقضيه. لا الشيفوره ولا كتقول كتصفق الجمعاوي، لا الشيفوره كتصفق الجمعاوي. علاش؟ عندك شي مشكل؟ شغلك، سوقك، شنو مشالك؟ شنو مشالك؟ انا كنشوف هاد القضيه ديال الايتام، ان هاد القضيه استرزقت بولادها، انها نسات بانها مراه مغربيه، تبعت الماديات ونسات الاهميات. ان في هاد الملف هذا الجمعاوي انه طاح في هاد الفخ ديال هاد السيده هذه، ما غاحيدها لي حتى شي واحد فمي. هذا الراي ديالي، انا تبعت هاد الملف ويعني ناقشته. ايوا سدات مادام نهار يكون هاد الجمعاوي غلط، راه غادي نطلع ونقول راه غلط، ما غاحيدها لي حتى شي واحد من فمي، وما يحاسبني حتى شي واحد. سمعتوني؟ انا حره في قناتي ونقول فيها اللي بغيت، وما سوق حتى شي واحد. سمعتوا الاخوان؟ يعني هذا الموضوع نتمنى الله اننا ما نعاودوش نناقشوه، وإلا انا طلبت المسامحه مولات شحيبر ولا من الطرف الثاني ولا من فلان ولا اصحاب القنوات، انا كنت كنسب دوك الناس ما كانوش كيضربوا لي في العرض ديالي ولا في الشرف ديالي، لا، كنت كندافع على هاد السيده اللي ما قدراتش داكشي اللي درنا على قبلها. لا انا ولا عيشه الرباله ولا ابتسام نوفا ولا زيد وزيد، القنوات اللي دافعت على هاد السيده، اللي كنا كنخرجوا حلقنا على هاد السيده، وكان ضمنوا ليها المشاهده عند المتتبعين على هاد السيده. ماشي كانوا تيسبوني انا، هاد الناس كيضربوا لي في العرض ديالي، تعداو عليا هاد الناس هادو، كانوا كيسبوني وكنت كنسبهم. لا، انا ما عندهم لا علاش يسبوني ولا علاش يضربوا لي في العرض ديالي. انا ما فضحت راجلي، ما شوهت بناتي، ما ضربت في عائلتي، ما هم يحزنون. انا هاد السيده تعاطفت معها، لبست ثوب البراءه، تضامنت معها، خرجت على السطر. صافي، هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. ما تتقبلوش شي فوره هكا، مرحبا، ما بغيتش، صافي حتى انا عرفتكم شنو كتسواو. بغيتوني غير نبقى نسب ونعاين نضرب في عباد الله ونمشي للحبس وصافي. هادشي اللي بغيتو من عند الشيفوره، انا ما نقدرش. هاد السيده ما تستاهلش انني ندافع عليها. هاد السيده كدير لنا واحد شي حوايج كديرهم بالعاني، تتقول لك انا عمري ما نتفارق. اليوم هذا قالت في واحد الفيديو، عمري ما نتفارق مع امي موت، احمق على امي موت، دخلنا عليك بلاش. عمرني انا اتصلت بيه قلت لك انا تخاصمي مع عكوستك ولا ديري لعكوستك. انت اللي كنتي كتخرجي كتشكي كتقولي عكوستك دارت لك، عكوستي فعلات لي، يسرى دارت لي، فلان دار لي، فلان فرتلان. حنا ما كناش عايشين معاك، انت اللي كنتي كتعطي المعطيات، انت اللي كنتي كتخرجي معلومات كاذبه للربلاء باش تسحبي منها المصداقيه ديالها. انت الفعال قرطيطه، انت الشيطان في صفه بنادم، علاش هاد الحقره وهاد الظلم؟ واش هذا هو الجزاء ديال الناس دافعت على هاد السيده؟ واش هذا هو الجزاء انني هزت عليك الحبس؟ تخرجي تقولي لنا، انت كتقولي ان عائلتي ما كتفرجوا في اليوتيوب، شويه طلعتي كتقولي الاب ديالي قال لي باك تتفرج فيا مسكين، تفرج في الشيفوره، ما تفرجش فيك انت شنو كنتي كديري، ما تفرجش فيك شنو كنتي كتقولي. هو زعما كون كان حب الله، انت كزوجة الاب جيتي دخلتي على هاد العائله، دخلتي على هادوك البنات، خلي راسك في افتقار، خليك مع الكوزينه، خليك مع الصالونات، خليك مع الشقه. ما تخرجيش تواجهي مع السيده هي ما عندها مشكل مع راجلها ومع بناتها، وانت حشيتي كرموسك في الشريط. حنا كنا كندافعوا عليك انت، انك واحد الانسانه تمثلين مدينه الحسيمه، انك ريفيه من اصول ريفيه، وحنا كنعرفوا الناس ديال الريافه الاحترام والتقدير، يعني عندنا واحد القيمه كبيره للمراه الريفيه. انا عندي العائله ديالي ماشي ريفه، ولكن عايشين في الناظور، تقريبا عائلتي كلها عايشه في الناظور، ولكن الاحترام والتقدير. ما تقدرش الصوته قدام الرجل، ما تقدرش تقول لك السلام الا ما غطات راسها حتى رجليها، يديها ما خصهمش يبانوا. السواب والادب، كتهضر غير بقى الله قال الرسول.
ولكن لقيت هاد السيده العكس تمام، العكس تمام. حنا ما بغينا نتخاصمنا مع قصه ولا مع بنات راجلها ولا مع جيرانها ولا مع شي واحد اخوتي العزاز. حنا قلنا لها غير يعني دافعي على راسك، انك كنتي كتقولي انك مظلومه وكنتي كديري شي حوايج في الفيديوهات، وسعاد طول داعياك دايره بك شكايات، وانا عارفه القضاء وعارفه الشكايات وعارفه المحاكم وعارفه الولايات، عارفه مالك كتهبطي للحبس. تنقولك دافعي على راسك، دافعي على راسك، ماشي تستحمري يا عباد الله، ماشي تقولي للرباله خرجي قولي تتخرجي تكذبي تقول لها انا ما قلتلكش. علاش كتستحمري بنادم؟ دابا انت كتحسبي في راسك مريقله وزعما مطوره، ولكن انت حبيبتي راه كيما مريقله ما مطوره ما تلعبه. من الاخر شي من الاخر لقيت راسي كنطبل في الهوته بوحديتي، تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبه لي خوتي انا ما قلت غنسينيالي، ما هدرت، ما تكلمت، ما هم يحزنون، ما مشيت لهاد الطرف، ما جالسه مع هاد الطرف. انا جالسه بلاصتي، جالسه في داري، جالسه في السداري ديالي، جالسه في قناتي. اللي عنده الحق نطلع نقول عنده الحق، الجمعوي عنده الحق راه عنده الحق. نهار يكون غلط الجمعوي نطلع نقول لكم الجمعوي راه غلط. حتى واحد ما كيصيفط لي لا قفه ولا ما يحزنون. المتتبعين تيدخلوا عندي مرحبا 100,000 مرحبا، ما يمكنش ما نرحبش بهم. من حقي من حقي نطلع نكذب على هاد البنينو، راه مستحيل باش نقول عليه شي حاجه ما كايناش في حقها. تنقول انا غير اللي كاين، اما اللي ما كاينش راه ما نكذبش. ماشي انا راه اليوم الدنيا وغدا الاخيره، ما عرفتش الا نصبح ولا ما نصبحش، مستحيل انا اللي غادي نكذب. وتنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مازال عطيعطي، مازال بزاف د النقاط خصني نناقشهم في هذه القضيه هذه، ولكن خلاتها مولاتا. تابعونا، مازال غادي نكمل هذا الموضوع هذا، لانني انا عاد عرفت دابا الحقيقه وعرفت القيمه ديالي، وعزت يعني المتتبعين ديالي، الناس اللي متابعاني من شحال هذه، من المتتبعين اللي كانوا متابعيني غير باش نخرج ندافع على هذه السيده وناكل العصا على هذه السيده، ويعني مازال بغاوني نخرج نسب ونقذف ويعني نهاجم على قبلها بشاره ساعه وثاني نجيب الحبس على هذه السيده. وانا تنقول اخوتي ما بقيتش قاده، الا كنتو بغيتوني غير قبل هذا الشيء تنقول سمحوا لي بزاف والله ما نقدرش. يعني مني ما قبلتوش على الشيفوره ان تقول كلمه حق في حق هذه السيده، يعني عرفت يعني القيمه ديالي والمعزه ديالي عندكم. يعني نتوما ما كنتوش كتعزوني انا، كنتو كتعزوها هي، كتدخلوا تتبعوني حيت كنهضر عليها هي، ماشي انني يعني ما كانش عندي بلاصه عندكم نتوما. يعني انا بلاصتي ما كانش عندكم، يعني كنتو كتابعوني على قبل داك السيده انا اللي كليت عليها الدق ولا زيت عليها الحبس. اللي كتقولوا الشيفوره ظالمه، عندك الحق انا ظالمه، ظلمت راسي وظلمت 4 الوليدات معايا وظلمت نفسي على اللي عذبتها في الحباسات. المهم خليتكم على خير.